9 أهداف في مباراة واحدة، مستحيل ما حدث في هذه المباراة. إسبانيا احتلت فرنسا ودمرتهم بقذائف مدوية مزقت شباكهم. 5 أهداف سجلها المنتخب الإسباني على المنتخب الفرنسي مع الرأفة بكل سهولة، على الرغم من تسجيل المنتخب الفرنسي 4 أهداف، ولكن هذا مجرد رقم. إن شاهدت المباراة ستجد أن إسبانيا هي من كانت تتحكم بكل شيء في أرضية الملعب، وعلى الرغم من امتلاك فرنسا أقوى هجوم في العالم إلا أن تكامل إسبانيا كان مرعبا. لاعبان فقط لامين وويليامز استطاعوا تدمير الحصون الفرنسية والوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، والآن هم في طريقهم لمواجهة الأسطورة العجوز الذي جعل العمر مجرد رقم في نهائي دوري الأمم الأوروبية. على الرغم من أن إسبانيا فريق متكامل إلا أن المنتخب البرتغالي يمتلك في كل مركز لاعب من أفضل لاعبي العالم في مركزه، ولهذا ستكون المباراة النهائية من المستحيل توقعها. وإن كنت عبقري في كرة القدم فبالطبع ستتوقعها خطأ أيضا. أخبرنا في التعليقات وأتحداك إن كنت ستتوقع من الفائز في هذه المباراة صحيحا، وإلى اللقاء.